حكايتنا النهاردة عن دكتور سترينج، وده أفضل طبيب في العالم، وكانت حياته حلوة جدا لحد ما في يوم حصل له حادثة شقلبت حياته كلها وخلته مش عارف يحرك ايده وخسر كل حاجة، والطب معرفش يعالجه لحد ما في يوم عرف من واحد إن في حد بيستخدم السحر ممكن يعالجه، فقرر إنه يروح للشخص ده ويشوف، وفعلا راح لكنه اكتشف هناك حاجات ما كانش مؤمن بيها أصلا، واتعلم السحر وحاجات تانية كتير، بس لقى نفسه فجأة مسؤول عن حماية الأرض من كائن فضائي جاي من بعد الظلام ولازم يوقفه. فهل يا ترى دكتور سترينج هيعرف يوقف الكائن ده ويحمي العالم ولا ايه اللي هيحصل؟ تعالوا نعرف. حكايتنا بتبدأ مع كاسيليوس، وده ساحر وبيكون معاه مجموعة من أتباعه، وبياخدهم كاسيليوس وبيروح معبد وبيخلص على الحارس اللي هناك وبيفضل يدور عن كتاب سحر معين، وبيفضل يدور عليه لحد ما بيلاقي فعلا الكتاب ده وبياخد منه الورقة اللي هو عايزها، بس أثناء ده بيحس بحاجة وبيلاقي قدامه المعلم الأقدم وده اللي مسؤول عن المعبد، وأول ما بيشوفه بيخاف وبيجري فورا من المكان وبيفضل يجري في قلب المدينة، بس المعلم ده بيقدر يدخلهم في بعد المراية، وفي البعد ده مش هيتأثروا بالعالم الحقيقي، وبيروح المعلم الأقدم وبيفضل يتقاتل معاهم وبيكون قوي جدا ورجالة كاسيليوس مش قادرين عليه، وبعد قتال كبير جدا بيقدر كاسيليوس إنه يفتح بوابة وبيهرب للعالم الحقيقي، وبنشوف المعلم الأقدم ده واللي بيكون واحدة أصلا مش واحد وقرع شوية. بعدها بنشوف دكتور سترينج وده أكبر جراح في العالم، ودكتور سترينج بيكون بيعمل دلوقتي عملية والمساعدة بتاعته بتشغل له الأغاني المفضلة له وبيفضل يسمعها ويستمتع كده وهو بيعمل العملية لحد ما بيخلصها وبينجح فيها فعلا، بس بتيجي كريستين صاحبته وبتقول له ان في حالة ماتت دلوقتي وهي شاكة ان ممكن تكون لسه عايشة، وبتوري له الأشعة، فبيفضل دكتور سترينج يبص فيها وبيعرف ان في رصاصة في المخ بتاع الشخص ده وبيجري فورا عشان ينقذه، وبيقدر ياخد فعلا المريض من الدكتور الغبي ده وبيروح عشان يعمل العملية، وفعلا بيبدأ يعملها وبينجح فعلا انه يطلع الرصاصة منها والحالة بترجع لوعيها من تاني، وبيروح بعد كده هو وكريستين وبيطمنوا اهل الحالة دي واللي بيكونوا كانوا متأثرين جدا وبيحضنوهم وبيشكروهم، وبتشكره بعد كده كريستين انه ساعدها. بعدها بتبعت لدكتور سترينج بدلة وبيلبس دكتور سترينج البدلة دي وبيفضل يجهز نفسه لانه عنده النهارده لقاء خاص مع كريستين، وبيظبط نفسه وبيخرج وبيركب العربية بتاعته، بس وهو في الطريق بيتصل به المساعد بتاعه وبيقول له انه جاله عمليات خطيرة كتير ولازم يختار منها، وبيفضل يقول له على الحالات، ودكتور سترينج ما بيقبلش اي حالة لازم تكون نادرة جدا ومحدش قادر يعملها، وبسبب ده هو افضل جراح في العالم، بس هو في الطريق بيتشتت وبيعمل حادثة والعربية بتقع من فوق الجبل وبتتدمر على الآخر، ولما بيفوق دكتور سترينج بعد كده بيلاقي نفسه في مستشفى وبيكون متدمر وأعصاب إيده كلها باظت والدكاترة ما عرفوش يساعدوه، وبعد شوية وقت بيكون لسه متأثر وإيده ما رجعتش لحالتها الطبيعية، وبكده مش هيعرف يمارس الجراحة من تاني، وبيفضل يحاول كتير بعمليات وعلاج طبيعي لكن برضه الحالة بتفضل زي ما هي، وحياته بعدها بتتدمر وبيخسر كل فلوسه وبيفقد كل حاجة، حتى أصحابه بيتخلوا عنه ولما بيكلمهم بيقفلوا في وشه. بعدها بيقول له دكتور إن كان في شخص كان عنده شلل تام وعنده نفس الأعراض اللي كانت عندك، وإنه شاف الشخص ده من مدة قصيرة وكان طبيعي جدا وكان ماشي عادي ومعرفش حصل ده إزاي، فبيقرر دكتور سترينج إنه يروح للشخص ده ويفهم هو رجع لحالته الطبيعية إزاي، وفعلا بيروح للشخص ده واللي بيكون بيلعب باسكت، فبيسأله دكتور سترينج إيه اللي حصل، فبيقول له إن في مكان اسمه كامرتاج ورحت هناك واتعلمت حاجات كتير جدا عن الروح والجسد ومشكلتي ما كانتش عضوية، فبيقول له دكتور سترينج أنت عايز نصدق الكلام ده؟ فبيقول له أنا هضحك عليك ليه؟ روح وشوف بنفسك. فبيقرر دكتور سترينج انه يروح المكان ده، وفعلا بيروح وبيفضل ماشي في الشارع وبيفضل يسأل كل الناس اللي موجودين عن مكان كامرتاج، بس محدش بيكون فاهمه ولا بيرد عليه اصلا، فبيفضل يكمل في طريقه على اي حال لحد ما بيدخل شارع جانبي كده وفي اتنين بيهجموا عليه وبيفضلوا يضربوا فيه وبيكسروا له الساعة بتاعته، بس فجأة بيظهر شخص من العدم كده وبيضربهم كلهم وبيساعد دكتور سترينج وبيديله الساعة بتاعته، فبيشكره وبيقول له انا عارف المكان اللي انت بتدور عليه وتعالى معايا، وبيدخل فعلا دكتور سترينج المكان ده وبيقابل المعلمة الأقدم اللي شفناها في أول الفيلم وبتقدم له الشاي، ولما بيسألها عن الشخص اللي عالجته بتقول له إنها خلته بس يصدق ويآمن إنه كويس، فبيقول لها أنت عايزة تفهميني إنها كانت مشكلة نفسية بس؟ فبتقول له آه، فبيتعصب دكتور سترينج وبيقول لهم أنتوا دجالين وأنا دكتور ما صدقش في الخرافات والروحانيات دي، فبتضربه وبتفصل روحه عن جسمه وبتوري له إن ده حقيقة فعلا، ولما بيرجع لوعيه من تاني بيفتكر إنها حطت له هلوب هلوسة في الشاي، فبتحط إيدها على دماغه وبتوري له الكون كله في ثواني وبيشوف كل المناظر دي وبيكون مبهور، ولما بترجعه للأرض من تاني بيكون مذهول من اللي شافه وبيقول لها اتعلمه، فبتطرده بره، فبيفضل يخبط على الباب لكن محدش بيفتح له لحد ما بيعدي وقت كبير جدا وبيفتحوا له وبتدخله تاني، وبياخدوا بعد كده الشخص ده للأوضة اللي هيقعد فيها وبيديله ورقة، فبيقول له دي تعويذة؟ فبيقول له لا ده الباسورد بتاع الواي فاي، وبيفضل قاعد على اللابتوب بتاعه شوية، بعدها بتوري له المعلمة قدراتها وبيكون مبهور باللي شايفه ده، وبيروح بعد كده للمكتبة وبيقابل وانج
هونج. وبيفضل دكتور سترينج يقرأ كتير في كتب السحر، وفي نفس الوقت بنشوف كاسيليوس استغل الورقتين اللي سرقهم من المعبد وفتح مكان للبعد المظلم، وصاحب البعد ده اسمه دورمامو، وده كائن فضائي عايز يغزو كوكب الارض كله. وبيبدا بعد كده دكتور سترينج يتدرب كتير، وبيديله خاتم يقدر يفتح بيه اي بوابه لاي مكان هو عايزه، لكن كل ما بيحاول يفتحها بيفشل. فبيروح للمعلمه وبيقول لها ان ده اكيد بسبب اللي حصل في ايدي، فبتقول له لا، وبتوري له واحد ايده مقطوعه وقادر يفتح البوابه، وبتقول له عشان تقدر تفتحها لازم ذهنك يكون صافي، وانك تؤمن فعلا انك تقدر تفتحها، وساعتها هتفتح معاك بسهوله. وبتاخده بعد كده الجبل بعيد، وبتقول له يحاول هنا يفتح البوابه من تاني، وبتسيبه وبترجع المعبد، وبيكون الجو برد خالص وقرب يموت، وبيفضل يحاول كتير وما بيعرفش. فبيقول لها المساعد بتاعها كده ممكن يموت، فبتقول له لا هينجح، وفعلا بيفتح البوابه وبينجح وبيرجع لهم تاني. والايام بتعدي وبيتطور دكتور سترينج اكتر، وبيفضل يتدرب طول الوقت. بعدها بتعلمه المعلمه ازاي يدخل بعد المرايه، وبتقول له هنا العالم الحقيقي مش هيتاثر باللي بيحصل، وممكن تعمل هنا اي حاجه انت عايزها. وبيفضل يقرا كتير في كل كتب السحر، وبيلاقي كتاب بيتكلم عن عين اجاموتو واللي بيكون جواها حجر الزمن، وبيقدر من خلاله يسافر بالزمن ويقدمه ويرجعه ويتحكم فيه. فبياخد دكتور سترينج العين وبيفضل يجربها، وبيحاول يجربها على تفاحه وبيلاقي فعلا بتتقطع وبتتسلم من تاني. بعدها بيروح للكتاب المقطوع وبيقدر يرجع الصفحات بتاعته، وبترجع فعلا، وبيفضل يقرا عن البعد المظلم لحد ما بيدخلوا عليه اتنين وبيقولوا له ما يكررش يلعب في الزمن تاني، وان العين دي هدفها تحمي الواقع وما تستخدمهاش لاي غرض، وانك لو لعبت بالزمن ممكن الواقع يتدمر او اي حاجه ممكن تحصل. وبيبدا وانج بعد كده يكلموا عن كامرتاج، وانها من ضمن 3 معابد في العالم، هونج كونج ولندن ونيويورك، وانهم هدفهم يحموا العالم من دورمامو اللي بيسكن في البعد المظلم، وان كاسيليوس اخذ الورقتين دول عشان يحرر دورمامو، وده قوته رهيبه لو اتحرر هيدمر العالم. واثناء ما هم بيتكلموا بيهجم كاسيليوس على معبد لندن وبيدمره، وبيهجم بعدها على نيويورك، وبيبدا يهجم على دكتور سترينج لكنه ما بيكونش جاهز لسه، وبيحاول يقتله، ودكتور سترينج بيحاول يقاوم على قد ما يقدر لحد ما بتظهر عبايه من قلب المعبد، والعبايه دي بيكون عندها وعي وبتتحرك وبتنقذ دكتور سترينج وبتساعده. وبيفضل يقاتل بعد كده كاسيليوس، وبعد قتال كبير بيقدر فعلا دكتور سترينج يتمكن منه. فبيفضل كاسيليوس يقول له ان المعلمه مش زي ما انت فاكر، المعلمه بتستمد قوتها من البعد المظلم. وفجاه بيجي واحد من رجالته وبيكون هيموت، وقبل ما يخلص عليه الشخص ده بتنقذه العبايه. وبيفتح بعد كده سترينج بوابه للمستشفى بتاع كريستين، وبيكون انطعن ولازم يعمل عمليه فورا، وبتاخده فعلا كريستين وبتحطه في اوضه العمليات وبتبدا تعمل العمليه. وفي اللحظه دي بيفصل سترينج روحه عن جسده، وبيفضل يوجهها تعمل العمليه ازاي، واللي بتتخض اول ما بتشوفه. بعدها بيستخدم واحد من رجاله كاسيليوس روحه برضه وبيطارد دكتور سترينج، فبيروح له وبيفضل يتقاتل معاه، وبيدخلوا مع بعض في معركه كبيره جدا. وبيلاحظ ان جهاز الدفع بيضعف الروح، فبيقول لكريستين انها تعلي الفولت وتصعقه، وفعلا بتعلي الفولت وبيروح وبيضرب به الشخص ده وبيموت. ولما بيتم شفاؤه على خير بيقول لها انه هيرجع ويفهمها كل حاجه، وبيخلع فورا من المكان وبيروح لكاسيليوس، وبيدخلهم بعد كده دكتور سترينج ببعد المرايه، لكنه بيقول له دي اكبر غلطه انت عملتها في حياتك، لان كاسيليوس هنا اقوى. وبيفضل يهرب منه دكتور سترينج، وكاسيليوس ورجالته بيفضلوا وراه، وبيكون خلاص هيتمكن منه لحد ما بتظهر فجاه المعلمه وبتبدا تتقاتل معاهم. وفي اللحظه دي بيعرف دكتور سترينج انها فعلا بتستمد قوتها من البعد المظلم. وبعد قتال كبير مع كاسيليوس بيقدر كاسيليوس انه يطعنها، وبيفتح بوابه وبيرميها في العالم الحقيقي. فبيجري فورا دكتور سترينج عشان يلحقها، لكنه للاسف ما بيقدرش، فبياخدها وبيروح فورا للمستشفى بتاع كريستين، لكنها اثناء العمليه بتفصل روحها عن جسدها وبتمشي من المكان. فبيفصل دكتور سترينج كمان روحه وبيروح وراها، وبيقول لها انت لازم ترجعي فورا والا هتموتي. فبتقول له انها تقدمت بالزمن كتير عشان تشوف المستقبل، وان اللحظه اللي هم فيها دلوقتي ابعد لحظه هي وصلت لها، وبتقول له ان دورها خلاص انتهى ودلوقتي جه دورك انت. وبتموت بعدها المعلمه. بعدها بيوصل كاسيليوس مع رجالته لمعبد هونج كونج الاخير، وبيكون خلاص بوابه دورمامو فتحت وهيوصل الارض، وبيعرفش دكتور سترينج واللي معاه يعملوا ايه. فبيستخدم دكتور سترينج حجر الزمن وبيحاول يرجع كل حاجه، لكن كاسيليوس بيشوفه وبيهجم عليه، فبيوقفوا دكتور سترينج بالزمن وبيفضل يتقاتل معاه هو ورجالته. بس في اللحظه دي بيكون خلاص دورمامو وصل الارض، فبيطير دكتور سترينج فورا وبيروح على دورمامو وبيعمل تعويذه على ايده قبل ما يوصل له، وبيروح له وبيقول له انا هعمل معاك صفقه. بس دورمامو ما بيسمعلوش وبيخلص عليه. بس الغريبه ان اللحظه بتتعاد تاني، وبيروح له دكتور سترينج وبيقول له انا هعمل معاك صفقه، فبيقتله تاني. واللي بيحصل ده بسبب ان دكتور سترينج عمل تعويذه على نفسه بحجر الزمن انه لو مات يتعاد تاني اللقطه. وبيفضل دورمامو يقتله الاف المرات لحد ما بيزهق وبيقول له انت عايز ايه؟ فبيقول له انت دلوقتي سجيني، ولو ما سبتش الارض وبعدت عنها هتفضل اللحظه دي تتكرر للابد ومش هتعرف تتحرر منها. ودورمامو ما بيعرفش يعمل
دي وبيضطر يوافق، وبيقول له دكتور سترينج تبعد عن الارض وتاخد كل رجالتك وما ترجعش تاني، وفعلا بيسمع كلامه وبيسحب كل رجالته، وبينجح فعلا دكتور سترينج انه ينقذ العالم. وبعد ما بينجحوا في مهمتهم بيقرر الشخص ده انه هيسيب المعبد، لان المعلمه كانت بتستمد قوتها من البعد المظلم، وكده كانت بتضحك عليه لانها طول الوقت كانت بتحذره من البعد ده. بعد كده بيرجع دكتور سترينج لعين مكانها، وبيقرر هو ووانج انهم يحموا العالم من اي حاجه تحصل. وبيكون دكتور سترينج دلوقتي بقى المعلم الاكبر او الساحر الاعلى مكان المعلمه، لانها خلاص ماتت. الحكاية بتكمل مع دكتور سترينج وهو بيجري مع بنته صغيرة، وبيكونوا بيهربوا من مخلوق غريب كده عايز يسرق قدرات البنت دي، فبيعرفها سترينج ان الكتاب اللي قدامها ده هو اللي قادر يوقفه، وبيحاولوا يوصلوا للكتاب ده بأي طريقة لحد ما الكائن ده بيقف قدامهم. فبيحاول دكتور سترينج يوقفه لحد ما البنت توصل للكتاب، لكنه بيخلص عليه وبيمسك البنت، فبتغضب البنت جدا ومن كتر قوتها بتفتح بوابة لعالم تاني. بس دكتور سترينج بيقدر يحررها والبنت بتقع في قلب البوابة دي، وهو كمان بيقع معاها. وفجأة بيصحى دكتور سترينج من النوم وبيكون كان بيحلم. بعدها بيلبس بدله عشان يروح فرح كريستين البنت اللي كان بيحبها وانفصل عنها، وبيجهز فعلا وبيروح للفرح ده، وبيدخل وبيشوفها وبيكون حزين جدا انها هتتجوز وتسيبه. وبيروح بعد كده وبيفضل يشرب حاجه في المكان لحد ما بتشوفه كريستين وبتروح عشان تتكلم معاه، وبتفضل تساله انت في حياتك سعيد؟ فبيقول لها ليه لا، انا دلوقتي بقيت بطل خارق والناس كلها بتحبني ومشهور، مين مش هيكون سعيد بالقوه اللي عنده دي؟ فبتقول له ان علاقتهم ما كانتش هتنجح بسبب القوه دي، وانك المفروض الشخص اللي تنقذنا. واثناء ما هما بيتكلموا بيسمع صوت في الشارع، فبيلبس البدله بتاعته فورا وبيطير من المكان، وبيشوف الناس عماله تجري في قلب الشارع. ولما بيوصل هناك بيلاقي مخلوق غريب بيهجم على بنته صغيره، وبيستغرب لان دي نفس البنت اللي هو شافها في الحلم، وما بيبقاش فاهم هو ايه اللي بيحصل، لكنه بيروح وبيفضل يقاتل المخلوق ده. بس المخلوق ده بيكون قوي جدا وبيضربه وبيفقده الوعي، وبيفضل يجري ورا البنت وبيحاول يقتلها لحد ما بيوصل وانج وبيلحقها. وبيفوق بعد كده دكتور سترينج وبيروح وبيفضل يقاتل المخلوق ده مع وانج، وبعد معركه كبيره جدا بيقدر دكتور سترينج انه يخلص عليه. ولما بيسال البنت ليه كان عايز يقتلك، فبتقول له ان المخلوق ده شغال مع الشيطان وعايزين يسرقوا قوتي وقدراتها انها بتقدر تتنقل بين العوالم بسهوله جدا. فبيقول لها انا حلمت بيكي، فبتقول له لا ما كانش حلم، ده انت بس من عالم مختلف. وبيفهم ان الاحلام دي مجرد ذكريات من شخصياتنا اللي في اكوان موازيه، مش مجرد احلام بس. وبتاخده بعدها عشان تثبت له الحقيقه، وبتوري له جثه دكتور سترينج اللي جه معاها من العالم بتاعها، وبيستغرب اول ما بيشوفه وبيتاكد فعلا ان في اكوان موازيه. بعدها بيقرر يروح لندن عشان يفهم اكتر عن العوالم الموازيه، وبيوصل فعلا لهناك. فبيقرر بعد كده انه يروح لواندا عشان يفهم اكتر عن العوالم الموازيه، وفعلا بيوصل للمكان اللي عايشه فيه دلوقتي، وبيقول لها انه عايز مساعدتها، وبيحكي لها عن البنت والشيطان اللي عايز ياخد قوتها. والبنت دي موجوده دلوقتي في قمر تاج، فبتقول له طب ما تجيب امريكا هنا وهنساعدها. فبيفضل واقف مستغرب كده لانه ما قالهاش اصلا على اسم البنت. وبيفهم سترينج ان واندا هي اللي بعتت الوحش ده عشان يسرق قوه البنت، وبتوري له الشكل الحقيقي للمكان اللي هي عايشه فيه دلوقتي، وبتعرفه ان معاها كتاب الدارك هولد ومن خلاله بتمارس السحر المظلم. ومن خلال الكتاب ده قدرت تصنع مدينه وتجيب جوزها اللي مات بالسحر. ولما الشرطه عرفت الموضوع قررت انها تسرق قوه امريكا عشان تروح لعالم تاني وتجيب منها اولادها من اي نسخه منها من العوالم الموازيه. وبتقول له لو ما جبتليش امريكا لحد هنا مش واندا اللي هتيجي تاخدها انما سكارلت ويتش. بعدها بيعرف دكتور سترينج وانج والسحرة، وبيستدعوا كل السحرة والتلاميذ ومعلمين السحر عشان يتصدوا لخطر واندا. وفعلا واندا بتوصل للمكان ده، فبيروح دكتور سترينج عشان يتكلم معاها لاخر مره، وبيحاول يقنعها باي طريقه لكنها بتصمم انها تاخد قوه البنت، وبتبدا تهجم عليهم لكنهم بيكونوا محصنين المكان كويس بالسحر. بس هي بتقدر تخترق عقل واحد بيكون ضعيف شويه وبتخليه يهرب، وبتقدر تدخل المكان وبتفضل تتقاتل معاهم وتخلص عليهم واحد ورا التاني بسهوله جدا. فبيحاول دكتور سترينج يوقفها باي طريقه وبيدخلها في بعد المرايه، وهي ما بتكونش عارفه تتعامل مع الموضوع ده ازاي. وبيحاول يهرب لكنها بسحرها بتقدر تخفي الخاتم اللي بيتنقل منه، وبتخرج لهم من قلب المرايه. وبيحاول يهجم عليها لكنها بتكون قويه جدا، وبتخاف امريكا ومن كتر خوفها بتفتح بوابه لعالم تاني. فبينطوا وراها دكتور سترينج وبيعدوا على عوالم كتير جدا منها الانيميشن وعوالم كتير. ولما بيوصلوا العالم ده بيطلب منها ترجعه تاني عشان اكيد وانج صاحبه في خطر دلوقتي. فبتقول له انها ما بتعرفش تتحكم في قوتها وانها بتفتح بس البوابه لما بتحس بالخوف. فبيتضايق جدا دكتور سترينج وبيقرر يروح لنسخته في العالم ده عشان يساعده. وبيفضل ماشي في المكان ويستكشف المدينه، وبيكون العالم ده متطور جدا وعندهم تكنولوجيا رهيبه لدرجه ان في جهاز معين كده لما بيقف قدامه بيوري له كل ذكرياته، وبيفضل واقف كده متاثر وهو شايف ذكرياته مع كريستين. وبيوصل بعد كده دكتور سترينج للمكان بتاع دكتور سترينج بتاع العالم ده، وبيلاقي هناك تمثال له
ومكتوب تحته ان دكتور سترينج مات وهو بيحارب ثانوس، وبيقابل هناك الشخص اللي كان المساعد بتاعه قبل كده وبيرحب بيه، وبيكون عارف انه جاي من عالم مختلف وبيدخله جوه. فبيقول له سترينج ان واندا بتقدر تستخدم كتاب الدارك هولد وبتنقل وعيها في العوالم المتعدده لانها عايزه عيالها اللي فقدتها من اي عالم، واننا لازم نوقفها، وانه عايز الكتاب بتاع الدارك هولد اللي هنا عشان يقدر يوقفها. بس الغريبه ان الشخص ده بيكون حاطط له مخدر في الشاي وبيغمى على دكتور سترينج وبيقول له مش واندا اللي بتشكل خطر، انت اللي بتشكل خطر. بعدها بنشوف واندا واللي بتحاول تنقل وعيها لنسختها من الكون الموازي اللي فيه دكتور سترينج حاليا، لكن بتهجم عليها واحده من كامرتاج وبتقضي على الكتاب وبتموت. فبتتضايق واندا جدا وبتفضل تضرب في وانج وبتقول له انت الساحر الاعلى دلوقتي وقول لي الاقي فين كتاب الدارك هولد، وبتهدده تموت الناس. فبيقول لها ان ده كان مجرد نسخه بس انتقلت من معبد وانا هاخدك للمكان اللي فيه المعبد، وبياخدها فعلا للمكان ده وبيوصلوا هناك. ولما بيدخلوا جوه بيهجم عليهم كائنات غريبه جدا لكنهم بيركعوا قدام واندا. فبتقول له ان المكان ده هو عرش سكارلت ويتش وانه مقدر ليها انها تحكم العالم او تدمره، لكن عايزه اولادي بس. فبيقول لها وانج انت مجنونه، فبترميه من فوق المكان وبتبدا بعد كده تمارس السحر عشان تنقل وعيها للكون الموازي، وفعلا بتنجح في ده وبتسيطر على نسختها وبتطير فورا للمكان اللي فيه امريكا ودكتور سترينج. ولما بيفوق دكتور سترينج بيلاقي نفسه في زنزانه وبياخدوه بعد كده الحرس عشان يقابل فريق اسمه الالموناتي، وبيكون الفريق ده مكون من اذكى الابطال الخارقين مهمتهم انهم ياخدوا قرارات محدش هيقدر ياخدها غيرهم، ومكون من كابتن امريكا وكابتن مارفل وبلاك بولت وريد ريتشارد وبروفيسور اكس. وبيحكوا له ان سترينج بتاع العالم ده ما ماتش وهو بيحارب ثانوس، انما احنا اللي قتلناه عشان يستخدم كتاب الدارك هولد وانتقل بين العوالم، وبسبب ده في كونين خبطوا ببعض وواحد فيهم اتدمر، وبيقولوا له انت خطر على العوالم وعايزين يحاكموه. فبيقول لهم يساعدوه يوصل للكتاب عشان يوقفوا واندا، انتوا ما تعرفوش هي ممكن تعمل ايه. فبيقولوا له ما تقلقش هنعرف نتعامل معاها كويس. فبيقول لهم لا مش هتعرفوا. بعدها بتوصل واندا للمكان ده وبتبدا تدمر الروبوتات اللي هناك، فبيروحوا الالمونات عشان يتصدوا ليها، لكنها بتدمر كابتن بلاك بولت وريد ريتشارد بسهوله جدا، وبتبدا كابتن مارفل تتقاتل معاها لكنها في النهايه بتقدر تهزمها وبتخلص عليهم كلهم ومبيكونش حد قادر عليها خالص. بعدها بيطلب بروفيسور اكس من سترينج انه يلاقي الكتاب وينقذ امريكا، لكن الشخص ده بيكون عايز يقتله وبيهجم عليه، وبيفضلوا الاثنين يتقاتلوا مع بعض، وبيحاول سترينج يفك نفسه باي طريقه وبينجح في ده فعلا وبيقدر يهزمه، وبتكون واندا خلاص وصلت لمكان امريكا، لكن بيقف قدامها بروفيسور اكس وبيحاول يخترق عقلها بقوته وبيحاول يحرر واندا الطيبه اللي جواها، لكن في النهايه بتقدر تتمكن منه وبتخلص عليه وبيكون عطلها شويه لحد ما امريكا تهرب. بعدها بيوصل لهم دكتور سترينج وبيطلب من كريستين بتاع العالم ده توديه المكان الدارك هولد والا واندا هتقتلنا كلنا، وبتوافق فعلا وبتاخده للمكان ده، وبيفضلوا يجري في المكان وواندا بتجري وراهم لحد ما بتوصل لهم، بس بيكسر عليها نفق وبيعطلها شويه، وبيوصلوا فعلا لمكان الكتاب وبيكون موجود في فراغ بين العوالم. فبيروح دكتور سترينج وبياخده، لكن واندا بتهجم عليه وبتمسك امريكا وبتدمر له الكتاب وبترميه في عالم بعيد. بعدها بتستخدم قوه امريكا وبتفتح بوابه للمكان اللي فيه نسختها الاصليه وبترميها. اما دكتور سترينج فبينتقل هو وكريستين لكون بيكون بيتدمر، وواندا بعد ما تمكنت من امريكا بتبدا تنفذ عليها السحر عشان تاخد قوتها. اما سترينج فبيوصل بعد كده لمكان سترينج بتاع العالم ده، لكنه بيكون شخصيه شريره وبيكون معاه كتاب الدارك هولد برضه، فبيطلب انه ياخده لكنه ما بيرضاش، فبيهجم عليه وبيفضلوا الاثنين يتقاتلوا مع بعض، والمعركه بينهم بسبب سحرهم بتكون مبهره جدا وقويه. وبعد معركه كبيره بيطيروا دكتور سترينج وبيخلص عليه وبياخد الكتاب. فبتروح له كريستين وبتحذره من استخدام الكتاب ده، فبيقول لها ان ده الامل الوحيد عشان ينقذ امريكا والعوالم كلها ويوقف واندا، وبيقول لها انها تفضل جنبه لان من خلال استخدامه للكتاب هيظهر اشباح ملعونين وهيحاولوا يقتلوه، وانها تفضل عشان تحميه. وبيبدا فعلا ينفذ الطقوس وينقل وعيه للجثه اللي في العالم الحقيقي بتاعه، وبينجح فعلا في ده. ولما بيهجم عليه الاشباح دول بتقدر كريستين تساعده، وبيقدر بعدها يتمكن منهم ويخلوهم يساعدوه. وبنشوف وانج وبيكون لسه عايش وبيحاول يطلع تاني للمكان، فبيهجم عليه كائنات واندا، بس في اللحظه دي بيجي دكتور سترينج وبيخلص عليهم وبيرميهم من فوق الجبل، وبيبدا يهجم عليها وبيرمي عليها الاشباح وبتترعب منهم وبيعطلها شويه. فبيقول له وانج ياخد قوه امريكا لانها مش هتعرف تتحكم فيها، انت هتعرف. فبيروح لها وبيقول لها تثق في نفسها وتؤمن بقدراتها، فبتتشجع جدا. بس واندا بتحرر نفسها وبتقوم وبتضربه، وبتكون امريكا قدرت تتمكن من قوتها وبتبدا تهجم على واندا وتضربها، وبتفتح لها بعد كده مكان للعالم التاني اللي موجود فيه نسختها واولادها. ولما بيشوفوها بيترعبوا منها وبيفكروها وحش، فبتحس واندا قد ايه انها بقت وحش فعلا مش وبتفضل تعيط وبتندم على كل اللي عملته. وبتروح لها النسخه بتاع العالم ده وبتقول لها انها
هتخلي بالها منهم. وبترجع تاني واندا لوعيها وبتقرر خلاص مش هتاخد قوة امريكا، وبتقرر كمان تدمر المكان ده عشان الكتاب ما يغويش حد تاني. وامريكا بتاخد سترينج وبيهربوا، وواندا بتدمر المكان عليها وبيتدمر كتاب الدارك هولد من كل العوالم. بعدها بتوصل امريكا لسترينج وبتاخده للعالم بتاعه، وبيرجعوا كمان كريستين للعالم بتاعها. وبعد فترة بتكون قمر تاج رجعت تاني لشكلها، وامريكا بتكون موجودة هناك وبتتدرب وبتشكر دكتور سترينج انه انقذ حياتها. بعدها بيرجع البيت بتاعه، وبعد شوية وقت بنشوف دكتور سترينج وهو ماشي في الشارع، وفجأة بيحس بألم وبيتوجع، وبيلاقي العين التالتة اتفتحت له، ومعنى كده انه اكتسب قوة جديدة وبقى اقوى. ودي كانت نهاية حكايتنا. يا ريت لو عجبكم الفيديو تعملوا لايك وشير عشان نساعد ان الفيديو ده يوصل لاكبر عدد من الناس. اشوفكم الفيديو الجاي.